يمكن يكون في بعض الاختلافات، عشان احنا عندنا محورين يعتبروا او 3 محاور في موضوع الصناعه دي في مصر. في الكاستم ميد او اللي هو الانتاج بالطلب، وده بيبقى دايما اكثر في الملابس السهره والملابس اللي محتاجه دايركت، يعني او بياخد صفه المصمم المباشر. يعني ده مصمم ازياء عنده الاتيليه بتاعه الخاص، وبيعمل سواء فساتين زفاف، فساتين سهره، وده قطاع مش قليل. يمكن مش واخد زخم اعلامي الا عدد من المصممين المحدودين. وبيجي شهرتهم منين؟ لا، بيشتغل مع قطاع الانتاج بتاع الميديا، في سواء المسلسلات اللي هي التصميم للدراما، وده بنلاقي اسمه نازل على التتر، فده بيديله قوه. او بيشتغل مع فنانات مشهورات في مناسبات خاصه، فده اللي بيبدا يعمل زخم للمصمم نفسه، وبيعلي اسمه وبيرفع من القيمه الماديه اللي هو بيحققها. صحيح. تمام. يمكن ما فيش اسامي يعني اسامي كتير، العدد مش كبير قوي اللي احنا بنسمع عنه او اللي واخد الزخم الاعلامي. ويمكن الناس منتظره من مصر بلد ال 100 مليون، عدد اكبر، بس هو الموجود عدد لا باس به، بدليل اللي هو قادر يفي باحتياجات السوق المصري ده على الاقل، مع تفاوت المستويات اللي بيتم العمل عليها. وفي جزء تاني من المصممين وفرق العمل بقى، احنا مش هنقول مصممين بس، مصمم بفريق عمل متكامل اللي بيشتغل على مستوى المصانع اللي بتعمل الانتاج المحلي، وفرق تانية اخرى متكامله اللي بتشتغل على مستوى مصانع التصدير. يعني احنا لو عددنا اسامي الانترناشونال براند الكبيره اللي بيتم تصنيعها في مصر، عدد ضخم جدا من المنتجات موجوده في كل دول العالم تقريبا صنع في مصر. بس الفكره كلها دايما الغرب بيتعامل معانا كتنفيذيين، فبيبقى دايما الشغل مبعوث النو هاو بتاعه، وده بيبعت لنا فكره التكنيكال فايل. التكنيكال فايل هو او الكواليتي مانيوال اللي هو دليل الجوده بتاع المنتج. يمكن لو كان في فرصه كنت عرضت لكم بعض النماذج ادق التفاصيل موجوده. يعني لو في لوجو هيتعمل، هو محدد اللوجو ده البوزيشن بتاعه فين، ابعاده ايه، الالوان والكود بتاع الخيط فين. رائع. تمام. مثلا على سبيل المثال شركه ليفايس العالميه بتصنع جينز في مصر، تشترط الجينز نفسه القماش يتجاب من انهي دوله ومن انهي سبلاير، وبتشترط السحاب نفسه. يمكن على الجروب كنا بنتكلم على واي كي كي، كانوا مثلا ممكن الشركه تطلب لازم السحاب واي كي كي، ما ينفعش المصنع يجيب اي حاجه. ليه؟ هو بيحافظ على سمعه او كواليتي بتاع منتج. فالمنتج ده هو اسمه ليفايس مش عشان هو بيتعمل في امريكا، لا، هو عشان بيتعمل بالمواصفات الامريكيه. اها، دعايه بمعنى اصح، بدهم يحركوا منتجاتهم ويحركوا شغل اللي بخصهم. طيب. بالظبط. وفي منتجات من المنتجات ديت يعني عقود ممكن يبقى مطلوب مليون بنطلون، 2 مليون بنطلون يعني بالبيس. في مصانع الانتاج بتاعها اليومي ممكن بيوصل ل 25 و30 الف بنطلون جينز يوميا، فده رقم مهول. صح طبعا. صحيح. يعني والفكره ده كله ده مبني على علم حركه، علم الارجونومكس وتصميم بيئه العمل ومكان العمل، علم الانثروبومتريه وقياسات جسم الانسان. عشان كده احنا بعض الاحيان لما بنيجي نشتري منتج، احيانا الواحد بيشتري منتج بيشعر المصمم او الشركه او البراند ده عامل المنتج ليه شخصيه. صحيح. من قد ما هو مظبوط وفيتنج، من قد وفي ما هو منتج دارس تاني نفسيه الكاستمر الزبون، فاهم هو بيبيع لمين. وفي منتج تاني يبقى الواحد كل شويه عمال يعدل ويشد في نفسه، حاسس الحاجه مش مظبوطه. صح. فدي نقطه مهمه قوي، اللي هو العلم، الدراسه والتحليل، واللي احنا نفهم ايه العلوم اللي داخله معانا. يعني لما نيجي نتكلم على الانثروبومتريه، ده علم قياسات جسم الانسان. طب ده مهم ولا مش مهم؟ ده مهم جدا. مهم جدا اللي انا اتخيل اللي انا بعمل علم، معلش علم ايش؟ علم قياسات جسم الانسان.
صحيح. تمام. هذا شغل الخياطين، شو دخل هذا بالعلم اللي بتحكي عنه انت؟ ما هو يعني الفكره كلها المعلم طالب تشريح. حد يقول لي هو في كليه طب؟ ما فهمت. علم التشريح اللي ما بيدرسوه بتوع الطب. طيب المصمم علمه علم التشريح، علمه علم صحيح. التشريح ليه؟ صحيح، تمام. يتعلم علم التشريح. كتير من الناس اللي بتشتغل في الكاستم ميد مش كتير ممكن تتفاجئ اللي عامله منتج لزبونه ما ينفعش يدخل من الدراع، او بنطلون ما يتلبسش عشان المنطقه عضله السمانه او منطقه الفخذ. طب ده ايه علاقته بالتشريح؟ لان انا هعرف اماكن العضلات، هعرف مناطق تكون الدهون وتجمع الدهون، فده يخليني اخد قياسات زياده عشان يبقى المنتج فيتنج. صحيح. صحيح. هو دي الدراسه. جميل. الدراسه هي عباره عن مزيج من المعارف والمهارات. احنا شغلنا بنظن اللي هو مهاري، بس هي مهارات مبنيه على المعرفه. معرفه لوحدها ما تنفعش، مهاره لوحدها ما تنفعش. بروف عماد، كلامك رائع. يعني طب وين الغلط في الموضوع بين اللي دارسين الجامعيين وبين الصنايعيين؟ وين الفجوة؟ الفجوه الصنايعي عنده ممارسه كبيره، بس هي كده. هو محترف، بس هي كده. لو حاجه اختلفت ممكن ما يعرفش يحلها. الاكاديمي او الجامعي ممكن يكون عنده طريقه للتفكير، بس ما عندوش الممارسه الكافيه، فمهاراته اقل من معرفته. الله عليك. الله. ده مهاراته اعلى وده معرفته اعلى. احنا عاوزين مزيج. اللي محترف مهنه لازم يقرا عنها، لازم ينمي معرفته بالقراءه وبالاطلاع. لما انا بعمل دوت ايه اللي هينتج عنه؟ طب اللي انا الحل، هاي فجوه، هاي انت بتحكي قاعد في فجوه. هذاك صنايعي محترف زي ما بقولوا، عنده عارف خلص الطريق هيك الطريق هيك، مش عارف اروح على طريق ثاني، مفيش مرونه. تمام. بينما الثاني عارف الحل، انه في عنده مرونه وعارف انه الطريقه هاي مش نافعه، بامكاننا نروح على طريق ثاني. طب يا جماعه في فجوه، هاي كيف بده يصير هيك الحل برايك بروف عماد؟ بروفيسور عماد بدرس، الاستاذه سوزان تسالك بتقول لك بتعطي دورات في مجال تصميم الازياء؟ اي حاجه من خلال الجامعه. شخصيا انا ما فيش تعاملات شخصيه. ما هو بروفيسور عماد بيدرس تصميم ازياء وتكنولوجيا في جامعه الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز. في جدي استاذي سوزان. تفضل كمل الحل استاذ دكتور بروفيسور. الحل اللي احنا لازم نقتنع ازاي نكون شركاء، ازاي نبقى عندنا فريق عمل. الله عليك. للاسف كله عاوز يبقى مصمم. طب يعني كان في فيلم قديم يعني ما يبقى يعني مش فاكره برضه قوي، مش حاضرني، بس يعني ما معناه يعني لما كله هيبقى معلمين مين اللي هيتضرب؟ صح. فعلا انت معلم، هذا كله بده يصير، كلهم بدهم يصيروا روس زي ما بقولوا. بس فيعني الفكره كلها انا من جده، ولكن لازم كنت اتمنى ان اتعلم من البروفيسور تكنيك جديد في الازياء. بتروحي استاذي سوزان، البروفيسور موجود في جامعه الملك عبد العزيز بجده، طالما انت هناك بتقدري تقابليه. هو معنا بالملتقى استاذي سوزان. الجامعه ممكن تقدم خدمات تدريبيه، بس هو يعني انا اللي اقصده اللي انا ما بقدمش بشكل شخصي مباشر يعني فهي الفكره كلها احنا بنتكلم اللي ممكن ازاي نتكامل. كل واحد يقدر يكون فريق العمل بتاعه. اللي حابب يكون مصمم اوكي يكون الاحترافيين او المهنيين اللي يتكاملوا معاه علشان نقدر ندير العمل ونقدر نتكامل في العمل دوت ونقدر نوصل بيه للنجاح وللعالميه. مفيش براند قائم على شخص. مفيش براند قائم على شخص. صح. يعني احنا لو يعني دايما النقطه اللي دايما مهمه جدا حتى في الجامعه اللي اقول لهم بدون زيارات ميدانيه وبدون ما تنزلوا تشوفوا المصانع، المعلومات اللي احنا بنتكلم فيها تظل كلام كتب. صح. لازم تشوفوا الممارسه نفسها عشان تعتزوا باللي انتم بتتعلموه.
تعرفوا المنتج ده بيوصل لحد فين. اي نقطه مهمه جدا وفي تنشئه الصغار هي فكره قيمه العمل. وسبحان الله ربنا بيعلمنا ده، اللي جميع الانبياء والرسل كانوا اصحاب حرف ومهن. كل الانبياء والرسل كانوا بيتقنوا مهن وحرف. فده مهم جدا، فده مهم جدا. ويمكن انا قصدت استاذه حنان ان انا ابعت لك صوره على المكنه دي، اللي مش معنى اللي انا اكاديمي اللي انا اخجل اللي انا اقعد على المكنه. بالعكس هذا إشي اصلا رفعك بزياده. تمام. بالعكس اللي انا التواضع هذا عباره عن أشتغل. تواضع. وبالعكس بروف عماد، هدول بيامنوا فيك اكثر. انت جلوسك على المكنه هذا، لو انا اي مكان اي طالبي انا بامن بالبروف تبعي اكثر بكثير. يعني انا يحضرني موقف من المواقف. انا كنت بشتغل في مشروع ضخم جدا في مصر لاصلاح منظومه التعليم الفني والتدريب المهني في جميل. مصر، وكان ممول من الاتحاد الاوروبي ومعانا خبراء. فكان في اساليب للخياطه، تدريب على عمليات الخياطه. دايما لما بنيجي معظم الناس كانت بتعلم الخياطه ازاي؟ بفكره القيد. انا بعمل حاجه صغيره او مقيد اللي بعلمه بقيود معينه. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيتعلم ده يظل خائف. ليه؟ انا بعلمه الخياطه، انا عندي حاجتين عشان اعلمه الخياطه. عندي الكواليتي، الجوده، وعندي السرعه. أيوة. الجوده ده قيمه المنتج، السرعه ده تكلفه المنتج. طب انا كيف بدك تناسق بين الجوده والسرعه؟ طيب. يعني انا من الناس اللي بخاف من السرعه، عشان انا من الناس اللي اسرعت كثير خربطت. طيب جميل جميل. طيب انا لما ابدا اعلم حد، اعلمه جوده ولا اعلمه سرعه؟ جوده اكيد. لا، اختلف معاكي بقى. اوف. لو علمته الجوده